زمن كانت دبقة وموسى هلال وطردهم ما يتكلم، سافانا ما يتكلم. زمن أن القبة مشى سافانا كل مرة بيتكلم. سافانا هسه بجيشه، والجيش بتاع سافانا عديل انشقوا من الدعم السريع الآن. لو دارين يقاتلوا قال لهم يقاتلوا الآن. الناس اللي بيجي بيقولوا سافانا ما عنده جيش، موسى هلال ما عنده جيش، أن القبة ما عنده جيش، ديل كلهم بجيشهم. هسه الآن جيشهم زبطوا أمورهم، قال لنا والله العظيم لو دارين طقن ينطقوا. هسه بعد ده الناس بقول يا جماعة هوي الناس تحاول تجمع العربات، الناس تحاول تجمع الأسلحة دي، الناس تحاول تخفف الوقود. قالوا لا يد الوقود، ما في ثقة. قالوا ما يد الوقود للعربات، ما يد وقود للسيارات، ما يد إمداد كافي، ما يد يعني بدو حاجة كده بس جب زي ما قال سافرنا. تمشي مكان الوقود أي إنت خايف. لا يا جماعة النصيحة ده ما بقوله، النصيحة دي بقوله لا إذا كانت أنت قايد في داخل الميدان من مفترض تاخذ حريتك بالكافي، تاخذ حريتك بالكافي. كيف يعني أنا نكون قيادي في أرض الميدان أقدم من مؤسسة بتاعت الميليشيات الدعم السريع اللي حصل الآن موجود في دارفور ده، أقدم منه. طيب أنا بعرف القتال في أرض الميدان، أنا بعرف بأنه أقدر أخوض الحرب ده بهذه الفكرة. والقوة بتجايني أنا ذاته كجيش أو كأي قوة جايني أنا أقدر أخيز القوة دي بهذه الفكرة. ما هم ما عارفين، بس بقولوا المعركة دي نمشي نصور نرفع الفيديو بأنه هو الانتصار. لا، المعركة دي ما انت تمشي في الأرض الميدان أو تمشي في وترفع الفيديو معناته انت انتصرت. ده ما انتصار، ده ما انتصار يا داما. لا 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 لا، الانتصار بأنه انت تتقدم، في الانتصار بأنه انت مكان انت سيطرت عليه تكون قائد ومسيطر. الانتصار انت قادر تحمي نفسك. يلا انا حاسس لما نشوف بانه يا اخي في كميه من القياده بتاعت الميليشيات الدعم السريع وبيجي بيتكلموا في الميديا نستغرب. انت زول مسؤول قيادي، ما في من الجيش يجي يتكلم في الميديا، ما في من القادات بتاعت المشتركه او برا او كده بيجي بيشكي في الميديا. ما في لانه انا اللي لما ننظر على الحرب من بدايه ما فهم ما ساكت. بس انا هسه اي دعامي موجود تحت استلم من هنا. انا بسأل عن المؤسسة بتاعت الميليشيات الجنجويد. لما اتكلمت قلت لكم مؤسسة بتاعت ميليشيات الجنجويد الجيش قدر دخل كمية من الاستخبارات، كمية من الناس التابعين للقوات المسلحة اتجندوا واستنفروا، وقيادات من الجيش طلعوا جو انضموا للدعم السريع قيادات بتاعت الدعامة. والله وانا احلف كلام ده. كمية من الاستخبارات بتاعت الجيش طلعت جات استنفرت مع الدعم السريع، وطلعت جات قالوا يا اخي نحن فاتحين مواقع التدريب للدعم السريع وهم اصلا تابعين للجيش. بيجي بخش معك الله اكبر الله اكبر طخ بجخم عليك. يعني انت عارف جخموا كم الف زمن ده من بداية الحرب موجودين في داخل الدعم السريع. تتخيل الكلام ده؟ في دعامي بيعرف الكلام ده. هسه في دعامي كده زول بيعرف الكلام ده. في كمية من القوات الآن موجود بكثافة كمية في داخل الدعم السريع لكن تابعين للجيش. لما نيجي نقول الكلام ده الدعامي بيجي يقول لا 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 لا. في قادات، في جنود، في ضباط، في ضباط الصف، في أمد، في المشايخ موجودين في دارفور في دولة التعسيس وتابعين للجيش. اي زول بمشي مرحله وبيمشي. زمن كانت اندمت كيكل، وزمن اندمت بخال، زمن اندمت سفيان محمد زين بريمه، زمن اندمت منو ومنو. انا جيت اتكلمت مكان ده بس نفس المكان ده، ولا حتى الان نتكلم، ولا حتى الان في كميه من النشطاء موجودين معاهم ما تعبين لدعم سري. والكلام ده ما بقوله انا عشان ليه، ما بقوله كده بس وبخليه، لانه يثبت تاريخ بيثبت عليك بأنه الكلام اللي نحن قلناه ثابت ما بيتفرتك، ثابت في مكانه. كل الناس اللي كانت انضمت للدعم السري من بداية الحرب وين اللي وين سفيان محمد زين بريمة، وين ابراهيم بقال،
سؤال كده بس، دار زول يجي يفهمني وين كيكل وين القادات دي؟ فاتوا وين الناس دي؟ مرحب، الناس جات اندمت علينا، مرحب. طيب فاتوا وين الناس دي؟ نفس الاشخاص دي موجودين الان مع الجيش، موجودين مع الجيش. يلا حين يا اخوي انت لما تكشف وتشيف بانه هسه الليل ابراهيم بخال بيتارس على الدعامه ومن حقه. ابراهيم بخال ده امره والي وودوا يمين وجابوا ورفعوا فوق وركبوا العربات ويا زول. في النهايه كشفوا شافوا كده قالوا والله يا اخي ابراهيم بخال ده ما ينفع معنا، شاطوا برا. سفيان محمد زين بريمة اندمج لدعم سري وقال وطبل وورى السودان دي مداخل ومخارجه. في النهاية شاطوا برا توالي ودوه. ولحتى الآن في كمية من القادات موجودين في داخل الدعم السري بيشتغلوا مصلحة للجيش. عديل في واحدين تابعين للجيش اتجندوا في داخل القوات شغلوا مسلحة، وبعد ذاك اشتغلوا مع الجيش. ولما الجيش رسلهم عديل قال لهم تمشوا تفتحوا مع عسكرة التجنيد، تمام، تمشوا تفتحوا مع عسكرة التجنيد. ليه؟ لانه عشان تثبتوا للدعم السري بانه انتوا تابعين لشنو؟ للدعم السري، واصلا ما تابعين للدعم السري. مشوا فتحوا مع عسكرة التجنيد وبيدوا الاخبار للجيش. الناس اللي بيسالني وين حسين برشم، يا جماعه حسين برشم دي ما زمان اتكلمت عنه انتهى. الناس اللي بتسال عن الحسين برشم، يا جماعه حسين برشم مريض. ما في زول بيجي بيقول لكم من الدعم السري، ما في زول بيجي بيقول لكم. حسين برشم مريض وعنده مرض سرطان في الكبد، في الكبد عنده مرض سرطان في الكبد. الزول ده ما شوفوه كده، الزول ده خلاص خايته استلم كده. الزول ده عنده مرض سرطان في الكبد، التهاب في الكبد. طيب وهو حسين برشم شنو؟ مقدراته شنو؟ ما اجي امسك ليه حسين برشم؟ ما عنده مقدرات القتاليه، ما عنده فكره في ارض الميدان. زول ساكت بس جاي من المغترب في السعوديه هناك شغال ما اعرف لك الفنادق، شغال هناك حراسات في المواقع عامه. جابوه الان مسكوا الماسوره قنبت. ما عنده خبره قتاليه. حسين برشم زول بتاع البقر ساكت بيشرب لبن وكان حرس للابقار للمراحل فقط، ما عنده حاجه، ما عنده فكره القتاليه عشان يقدر يسيطر على الدوله. ما عنده نفس فكره القجه. قجه ما عنده فكره قتاليه، قجه ما زول عسكري، ما عنده خبره جندي في الارض الميدان افضل من خبره قجه وافضل من خبره بتاع حسين برشم. ده ما عنده خبره عسكريه، بس زول بس بيشيل الرتبه من كتفه وبرقي في نفسه، ما عنده. الحرب ده في الارض الميدان يا ناس، ما الحرب ما انا لما نقول كلام في ناس بيجي بينتقدوني بيقول لي يا يوسف انت تقول الكلام ده من كيف ومن عندك. حرب في الارض الميدان ده يا صاحبي انت فكره بتاع اليعقوب ده، فكره ده حميتي ما عنده. فكره بتاع سافرنا وان القبه، تمام، حميتي وموسى هلال غير، ما في زول. حميتي ده اشتغل تحت موسى هلال، موسى هلال ده اشتغل مع علي كوشيب وعلي سلمان ممطاحه وحتى ناس اللي بيقولوا علي كرتي اشتغلوا سويا. حميتي ده اشتغل. اما لما تيجي تمسك عبد الرحيم دقره ما عنده اي في الميدان، زيرو. الديا دعم سري هو عبد الرحيم دقره ما عنده فكره. هسه مكان الموجود فوقه عبد الرحيم دقره ده اذا موجود سافرنا افضل بالنسبه للدعامه. مكان الموجود فوق عبد الرحيم دقره لو موجود فوق سافرنا او ان القبه كان افضل، لانه ديل انه فكره ديل ناس اشتغلوا في الجيش في الارض الميدان من ما كانت هم الجنود في الارض الميدان. عبد الرحيم دقره ده ما امس بس عشان حجم عالي وده قريب واخو شقيق جابه خطه. ما عنده فكره. الضيع الدعم سريع عدم الثقه ما بعدهم البعض. والناس اللي انهم فاتوا خلوهم فاتوا. هسه بيجوا بيتكلموا في الجنود ذاته بيقولوا ما في ثقه لاي قائد. هو اصلا في ثقه؟ ما في ثقه من زمان. انا اتكلمت في الارض الميدان يا جماعه، ما يا جماعه هو الحاجه اللي بيتعبروا دي غلط. وهم مش بيجيبوا زول ما عنده فكره خير، بيجيبوا زول ما بيعرف اي
أي حاجة أنه يوحد الناس الموجودين في الأرض الميدان كبخات أو قادات. عشان يا جماعة اكتبوا لي الجيش عشان الصفحة دي ما تمشي اتجاه تاني. أنا داير تعليقات يكون جيش 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 مشتركة برا كي كلام، اكتبوا لي الجيش بس، ما داير حاجة تاني. طيب الآن لما نجي نتكلم هسه شوف كلهم انهزموا. لما انهزموا برجع بيكشف حلالهم مع بعض. ليه تكشفوا الحلال مع بعضكم؟ طيب تعالوا، الناس اللي بيجي بيقولوا سافرنا أكلت قروش الجيش، سافرنا أكلت قروش الجنود في الأرض الميدان، سافرنا أكل القروش مبالغ بأنه ومشى اشترى بيت وفات خلانا. طيب تعالوا نوريكم. سافرنا ده ما ياكل قروش من الدعم السريع، ياكل مبلغ من أين؟ ياكل من مين؟ الليلة أي زول موجود في داخل المؤسسة بتاعت القوات شعب المسلح أي لازم ياكل من الجيش، لازم ياكل من الدولة دي، يتغذى من الدولة دي ويشرب من الدولة دي ويتعالج من الدولة دي حتى السودان يتحقق أهدافنا جميعا سويا. الدولة بفرض له ميزانية، أي شخص موجود في داخل المؤسسة تابع لقوات شعب المسلح، أي زول عندك نمرة عسكرية موجود في داخل المؤسسة بتاع القوات الشعب المسلح، أنت بتتغذى من الجيش، بتاكل من الجيش، هتتعلم من الجيش. طيب الميليشيا الجنجويد لا، الكلام ده ما بيقبل. شكرا، اكتبوا لي الجيش. ميليشيا الجنجويد رافض الكلام ده. الراتب في الأرض الميدان كفي الجيش كفي دعم السري